النظام الإيراني بيمزق نفسه رسمياً من الداخل. حرب أهلية مريرة اندلعت جوا الحكومة، وقادة عسكريين متمردين بيحاولوا يائساً يخربوا على دبلوماسيين بلدهم قبل حتى ما يسافروا باكستان للتفاوض. شوف التقرير ده. مسؤولين إيرانيين كبار متورطين في نزاع حوالين تشكيل وصلاحيات الوفد اللي حيتفاوض مع الولايات المتحدة في إسلام آباد. قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي بيحاول يقلل من سلطة رئيس البرلمان ووزير الخارجية راكتشي في المفاوضات. وحيدي كمان ضغط علشان يضم شخص جديد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لفريق التفاوض. الخطوة دي بيعترض عليها أعضاء فريق التفاوض الحاليين، شايفين الشخص الجديد ما عندوش خبرة في المفاوضات الاستراتيجية. وفي نفس الوقت وحيدي وقائد قوات الجو الفضائية للحرس الثوري شددوا أن الوفد لازم يتجنب أي مفاوضات تخص برنامج الصواريخ الإيراني. ودلوقتي ده شيء لاحظناه قبل كده برضو، الحرس الثوري زود سيطرته على المجتمع الإيراني من ساعة ما الحرب دي بدأت. ودلوقتي قادة الحرس الثوري عايزين يضمنوا ما يفقدوش السيطرة بسبب مفاوضات القادة المدنيين برا. بس الانقسام مش بس عند القمة، احنا شايفين نفس اللي بيحصل في المجتمع الإيراني، خصوصا بين مؤيدي الجمهورية الإسلامية. في كتير من المؤيدين دلوقتي فعلا بيحتجوا ضد وزير الخارجية وضد رئيس البرلمان اللي مشاركين في المفاوضات. بص على الفيديو ده، الناس بتحتاج ضد وزير الخارجية اللي غالبا سايق في مكان ما. اتفرج عليه. يا غربيين يلعن أبوكم وأمكم يا مستر عراشي، يا رب يحطوا تراب على راسك. بص، الناس بتجيلها جلطة قدام وزارة الخارجية، والقرآن الناس بتجيلها جلطة وبتصرخ وبتعمل شغب. يلعن أبوك وأفعالك، يلعن وجودك، يلعن راسك. يا رب يحطوا تراب على راسك، يا رب يحطوا تراب على راسك. بعض الإيرانيين شايفين أن التفاوض مع أمريكا خيانة، لكن مع ذلك المفاوضات شكلها ماشية لقدام. فخلينا نتكلم عن المفاوضات نفسها. زي ما ممكن تفتكروا من امبارح كان المفروض المحادثات تحصل يوم الجمعة، يعني كان المفروض تحصل النهاردة، بس شكلها اتأجلت تاني. المسؤولين الباكستانيين اللي بيتوسطوا في المفاوضات دي بيقولوا للإعلام إن المحادثات دلوقتي متوقعة تتأجل لنهاية الأسبوع، يعني المفروض تحصل في الويك اند. وكمان هم متوقعين إن العملية دي هتاخد كذا يوم وممكن تكمل لحد يوم الاثنين أو حتى الثلاث. امبارح قلنا إنه بعض المسؤولين الإيرانيين قالوا إنهم هينسحبوا من المحادثات لو ما فيش وقف إطلاق نار في لبنان. موقف إيران في الأساس إن ده كان حاجة اتفقت عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الأولاني، بس الولايات المتحدة وإسرائيل بيقولوا إن لبنان ما كانتش ضمن الحاجات اللي اتفقوا عليها. بس لحسن الحظ الرئيس ترامب طلع بيان امبارح وقال فيه إنه رئيس الوزراء نتنياهو موافق على اتفاق وقف إطلاق النار، وإنه هيكون أهدى شوية مع حزب الله جوه لبنان. الكلام ده مش كلامي، ده كلامه هو. ترامب كمان طلع بيان وهاجم فيه إيران، وقال إنه إيران مش ملتزمة بجزءها من الاتفاق. زي ما انتم فاكرين المفروض إيران تفتح مضيق هرمز، وأمريكا في المقابل وقفت القصف. طيب رئيس ترامب طلع بيان وقال إنه إيران بتقوم بدور سيء جدا وغير شريف في السماح بمرور النفط من مضيق هرمز. ده مش الاتفاق اللي بينا. ودلوقتي حسب بيانات الملاحة البحرية حركة المرور في مضيق هرمز ما زادتش من ساعة وقف إطلاق النار. ده معناه إن إيران فعلا مش بتعمل حاجة من ناحيتها. كل الاتفاقات ما التزموش بيها ولسه بيقصفوا دول الخليج. بس ليلة امبارح سمعنا مسؤولين كويتيين أعلنوا إن دفاعاتهم الجوية تفعلت عشان يصدوا هجوم بطائرة مسيرة. دلوقتي في نقطة مهمة هنا، الهجمات على دول الخليج قلت بشكل كبير جدا، فده مؤشر إيجابي شوية. بس مع ذلك وقف إطلاق النار معناه إنه الضرب لازم يقف، وده مش باين إنه بيحصل. في الحقيقة لو بصيت من منظور شامل هتلاقي إن مفيش حد فعلا ملتزم بوقف إطلاق النار غير الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وقفت القصف، لكن إيران لسه مستمرة في مهاجمة دول الخليج. إيران كمان لسه مقفلة مضيق هرمز تقريبا. ومن ناحية تانية إسرائيل وحزب الله مستمرين في القتال. إسرائيل بتضرب مواقع حزب الله وهو برد بصواريخ على إسرائيل. ودلوقتي الحمد لله امبارح جالنا أخبار إيجابية بخصوص حرب إسرائيل وحزب الله. إسرائيل أعلنت إنها هتتفاوض مع لبنان الأسبوع الجاي. ودلوقتي على عكس المحادثات بين إيران وأمريكا مفيش وقف إطلاق نار اتعلن من جانب إسرائيل تجاه لبنان، بس في مفاوضات. ده معناه إن القتال لسه مستمر،
بس قل بشكل كبير مقارنة بأول يوم من وقف إطلاق النار. لكن رغم كل الفوضى دي عندنا برضو مؤشرات إيجابية. نائب الرئيس جي دي فانس سافر لباكستان النهاردة الصبح، وده كان تصريحه قبل ما يركب طيارة اير فورس 2. أنا مش متأكد اسم طيارة نائب الرئيس ايه، بس أظن اسمها اير فورس 2. قبل ما يركبها اسمعوا معايا. احنا متحمسين للمفاوضات واظنها حتكون ايجابيه. زي ما رئيس الولايات المتحدة قال، لو الايرانيين جاهزين للتفاوض بنيه صافيه احنا مستعدين نمد ايدينا بالسلام. لو ناويين يضحكوا علينا فريق التفاوض مش حيكون متجاوب معاهم. هنحاول نخلي المفاوضات ايجابيه. الرئيس ادانا تعليمات واضحه جدا واحنا هنشوف، فاتمنى لكم رحله امنه. اكيد هناخد شويه اسئله بعدين، لكن دلوقتي يلا نركب الطياره ونمشي. شكرا لكم كلكم. دلوقتي لازم تفترض أن الولايات المتحدة حصلت على بعض الضمانات يا إما من باكستان أو إيران إن الوفد الإيراني هيجي للمفاوضات. غير كده ما كانش نائب الرئيس هيزور باكستان علني كده. لو إيران ما حضرتش هيبقى في إحراج لأمريكا وكل الأطراف المرتبطة بالموضوع. دلوقتي قبل ما نتكلم عن المفاوضات لازم نقول إنه لو فعلا حصلت هتكون حدث تاريخي، وده السبب ليه. الاجتماع التفاوضي ده هيكون أعلى مستوى اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران من وقت الثورة الإسلامية اللي حصلت سنة 1979. قبل كده كان عندنا الرئيس أوباما بيتصل بالرئيس الإيراني أثناء محادثات 2015 أو أظن كانت 2013. وقبل كده كان عندنا وزير الخارجية جون كيري بيقابل نظيره الإيراني وزير الخارجية الإيراني. بس المرة دي عندنا نائب رئيس أمريكا الشخص رقم 2 في البلد بيقابل وفد إيراني. ده حدث تاريخي للجمهورية الإسلامية، عمرهم ما قابلوا حد بالمنصب العالي ده من أمريكا. المسؤولين الباكستانيين بيقولوا إن عندهم تأكيد إن وفد إيراني هيجي إسلام آباد في باكستان مساء الجمعة عشان الاجتماع ده. هم مش محددين التوقيت بالظبط، بس غالبا يقصدوا مساء الجمعة بتوقيت باكستان، يعني تقريبا وقت ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو. فلو في أي تأكيد إن الوفد فعلا غادر إيران ووصل باكستان هحطه في التعليقات المثبتة تحت. دلوقتي إيران وباكستان لهم حدود مشتركة، فغالبا الرحلة مش طويلة، وده مقارنة برحلة أمريكا اللي أظنها حوالي 16 ساعة لو عايز تروح من واشنطن دي سي لباكستان، فدي أكيد رحلة طويلة جدا. فمنطقي إنه نائب الرئيس سافر بدري عن الوفد الإيراني بكتير، لأنه بالنسبة لهم الرحلة هتكون ساعة أو ساعتين طيران بالكثير. بس المشكلة مش في وقت الطيران، المشكلة في التصريحات اللي طالعة من المسؤولين الإيرانيين اللي المفروض يشاركوا في اجتماع التفاوض ده. وقبل ما ندخل في الموضوع ده بس حابب أفكركم بسرعة تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة تحت، ده فعلا بيساعدنا كتير. خلال الأسابيع اللي فاتت لسبب ما فيديوهاتنا مش بتوصل للناس اللي مش مشتركين في القناة، على الأقل ده اللي ظهر لنا من الإحصائيات. لو مش مشترك اضغط على زر الاشتراك تحت عشان تدعمنا وتتابع فيديوهاتنا الجاية. يلا ندخل على التصريحات الإيرانية. شوف، الباكستانيين بيأكدوا إن إيران هتيجي، بس المسؤولين الإيرانيين بيقولوا حاجة تانية خالص. شوف التصريح ده. التصريح ده من رئيس البرلمان الإيراني اللي الولايات المتحدة بتعتبره الراجل الأساسي جوه إيران واللي عنده أكبر قدر من السلطة، وهو بيقول في إجراءين تم الاتفاق عليهم بشكل متبادل ولسه ما تنفذوش: وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل المفاوضات. الاثنين لازم يتحققوا قبل المفاوضات. دلوقتي ده جنون لأسباب كتير. أولا، عمرنا ما سمعنا عن الأصول المجمدة دي غير لما جي دي فانس ركب الطيارة فعلا. أول ما بقى في الجو إيران أعلنت الشرط الجديد. عشان نكون منصفين مع إيران، ممكن الشرط ده مش جديد لأن الطرفين ما أعلنوش تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار. ممكن يكون ده جزء من اتفاق وقف إطلاق النار بس احنا مش عارفين، ودي أول مرة حد يتكلم علنا عن الأصول المجمدة دي. في احتمال إن ده كلام بس. المسؤولين الإيرانيين دايما بيقولوا حاجة قدام الناس ويعملوا العكس في الكواليس، وشوفنا ده قبل كده. لو فعلا بيضيفوا شروط جديدة في وقت زيارة الجانب الأمريكي لباكستان، الموضوع ممكن يبقى سيء جدا. يمكن إيران بتعمل إن أمريكا تقدم تنازلات أكتر علشان أمريكا مش عايزة تتحرج وهي بتنزل في باكستان وما فيش إيرانيين بيظهروا. بس في كمان الجانب التاني، في احتمال إنه أمريكا تتعصب جدا والحرب تتصاعد لمستويات عمرنا ما شفناها.
وأنا عايز أفكركم قبل وقف إطلاق النار على طول، الحرب كانت المفروض تتصاعد لمستوى كان الكل فيه مرعوب. كانت هتتصاعد لضرب جسور إيرانية ومحطات كهرباء إيرانية وحاجات إيران ما كانتش مستعدة ليها. ففي احتمال كبير جدا إنه إيران بتلعب لعبة خطيرة جدا جدا. دلوقتي زي ما قلت قبل كده الوضع بيتطور حرفيا كل ساعة، يعني في تصريحات جديدة بتطلع من الناس اللي ليهم علاقة بكل ده كل ساعة، فالوضع ممكن يتغير. زي ما قلت لو الوفد الإيراني راح باكستان، وقت ما تشوفوا الفيديو هكتب ده في التعليق المثبت للتحديث. لحد دلوقتي ده كل اللي نعرفه. فخلونا نحول تركيزنا على مضيق هرمز. دلوقتي إيران بتقول إن مضيق هرمز مفتوح، بس السفن لازم تدفع غرامة كبيرة أو رسوم عبور ضخمة زي ما تحب تسميها، ودي تفاصيل أكتر. صباح الخير يا جماعة. مع اقتراب محادثات مهمة في إسلام آباد باكستان نهاية الأسبوع، مسؤول استخبارات إسرائيلي قال لفوكس نيوز إن إيران بتطلب رسوم من السفن القليلة اللي بتسمح لها بتعدي مضيق هرمز. المسؤول أكد إن المضيق تحت سيطرة كاملة للحرس الثوري الإيراني، وهم اللي بيحددوا مين يعدي ومين لا. اتقال لي إن في معلومات استخباراتية بيتم تداولها داخل الأوساط الاستخباراتية عن إزاي إيران بتحاول تسيطر على المضيق قبل مفاوضات نهاية الأسبوع. بالليل الرئيس ترامب كتب على ترو سوشيال عن الموضوع وقال إيران بتسمح بمرور النفط من مضيق هرمز بطريقة سيئة جدا وغير مشرفة على حد قول البعض. ده مش الاتفاق اللي عندنا مع 8-7 بس. إيران بتطلب تقريبا $1 زيادة على كل برميل، وده معناه تقريبا 2 مليون دولار للنقلة الكبيرة جدا. ده لأن النقلة الكبيرة بتشيل حوالي 2 مليون برميل نفط في المرة الواحدة. السفينة الكبيرة هتدفع غرامة 2 مليون دولار، في حين الناقلات الأصغر هتدفع أقل، وبرضه ده يعتبر مبلغ ضخم بالنسبة للناس اللي بينقلوا النفط. دلوقتي بخصوص كل ده، إيران كانت بتطلع تصريحات بتقول فيها إنهم عايزين سيطرة دائمة على مضيق هرمز في المفاوضات، والناس اللي مش بيتابعوا الجغرافيا السياسية كويس متوترين وبيقولوا إن ده هيغير العالم للأبد. دلوقتي أنا مش بقول إن إيران ممكن ما تكسبش في المفاوضات، ده لسه ممكن يحصل، ده بيعتمد على نوع التنازلات اللي أمريكا مستعدة تقدمها. بس في حاجة أمريكا عمرها ما هتوافق عليها ولا العالم كله، وهي إن إيران تاخد سيطرة دائمة على مضيق هرمز. في قوانين من الأمم المتحدة ضد الموضوع ده، في دول تانية بتطل على المضيق مش هترضى بكده، وكمان طبعا في دول تانية زي الدول الأوروبية والدول الآسيوية مش هترضى بده. ليه الخليج يوافق إنه إيران تفرض رسوم مرور؟ هم كمان قريبين من المضيق، ليه مش ياخدوا هم الرسوم بدل إيران؟ فاهمني؟ وبرضه ده موضوع أنا اتكلمت عنه قبل كده. لو إيران فرضت رسوم على مرور مضيق هرمز، هل سنغافورة ليها نفس الحق على المضيق عند حدودها؟ هل بريطانيا بتاخد رسوم على حدودها؟ وكمان إسبانيا بتاخد رسوم على حدودها؟ الموضوع ده ممكن بسهولة يبقى حاجة كبيرة جدا لو إيران فعلا فرضت رسوم على مضيق هرمز. ساعتها كل دولة هتطلب تعمل نفس الحاجة. وتخيل لو أنا سياسي في الدول التانية دي، ممكن بسهولة أقول طيب لو سفننا بتدفع رسوم في مضيق هرمز الإيراني، ليه إحنا ما نفرضش رسوم على الدول التانية برضو؟ غير كده شركاتنا هتكون بتنافس في وضع مش عادل، فاهم؟ ومن ناحية تانية إن إيران تقدر تقفل مضيق هرمز مش معناه إنها تمتلكه. فكر كده، أنا راجل ما عنديش طيارات خاصة ولا قوات جوية ولا بحرية، صح؟ أنا أقدر أشتري طيارة بدون طيار من أمازون وأطيرها جنب مطار وأقفل المطار. ده مش معناه إن شركات الطيران لازم تدفع لي رسوم على التذاكر. مجرد إن دولة تقفل مضيق مش معناه تقدر تاخد رسوم عليه، عشان هيبقى فيه رد فعل دولي كبير، وده شفناه السنة اللي فاتت. الحوثيين كفلوا مضيق باب المندب وما قدروش ياخدوا رسوم مرور، وكان في اتفاق ووقفوا الهجوم على السفن تقريبا. حتى النهاردة في وسط الحرب، في حرب إيران فعليا بتتدمر فيها عسكريا، الحوثيين مش بيقفلوا مضيق باب المندب فعلا، لأنهم عارفين إن ده ممكن يسبب رد فعل عنيف جدا. يعني حتى لو إيران بتقول علنا إنها عايزة تسيطر على المضيق، فرصة إن ده يحصل فعلا ضعيفة جدا جدا. دلوقتي علشان نفهم ليه إيران بتتصرف بالطريقة دي دلوقتي، لازم نرجع ونشوف إيران وصلت للوضع اللي هي فيه إزاي. ده مش معناه إننا نرجع لسنة 1979 وقت الثورة الإسلامية. في الحقيقة لازم نرجع أكتر لورا، لحد ما كانت سلالة القاجار بتحكم إيران في القرن ال19، ونشوف إزاي القرارات اللي الطبقة الحاكمة أخدتها وقتها لسه بتأثر على إيران لحد النهاردة. طيب
عارف إيه؟ ده بالظبط اللي احنا بنعمله في البودكاست بتاعنا اللي نزل النهاردة واللي عبارة عن أكتر من جزء. لو مهتم بتاريخ إيران وعايز تعرف إزاي وصلنا للوضع الحالي لازم تسمعه. تقدر تتفرج عليه عن طريق الضغط على الروابط في الوصف، أو ببساطة تضغط على الفيديو اللي ظاهر قدامك على الشاشة.